95% من صناع المحتوى مش بيوصلوا للنجاح اللي هم عايزينه، مش عشان هم مش موهوبين ولا عشان السوق صعب. السبب الحقيقي ابسط من كده. المشكله ان اغلب صناع المحتوى بيشتغلوا بشكل عشوائي، وكل يوم تحديدا بيبتدوا يفكروا هيعملوا ايه في الكونتنت بتاعهم، حتى لما بيكون في كونتنت كتير بس ما بيكونش فيه اتجاه، ووقتها الفيوز بتيجي مره وتختفي طول الوقت. فالكريتورز اللي انت بتشوفهم بيطلعوا بمحتوى باستمرار وبنفس الجوده وبنفس الاتجاه عندهم سيستم. السيستم يعني بلان وبروسيس كامله قادره ان هي تاخدك من نقطه لنقطه ثانيه. بتبدا من اول الكونتنت استراتيجي للاهداف بتاعتك، لايه اللي هيتقدم في المحتوى بتاعك، لحتى انواع المحتوى، لحد ما توصل في الاخر ازاي تقدر تحول الشخص اللي بيتفرج لكلاينت. وده مش هيتعمل الا تحت سيستم، ومن غير سيستم كل مجهودك هيضيع، ومن غير سيستم عمرك ما هتعرف تقيم نفسك ولا تكبر. لو انت عايز تبدا تكسر دايره التفكير دي كلها ما تشتغلش بعشوائيه، لازم تكون باني سيستم يمشي معاك خطوه بخطوه. ولو عايزني ابعت لك السيستم بتاعي اكتب كومنت بكلمه سيستم وهيوصلك في الدي ام.